بقول للناس حتى في الكورسز بقول لهم احنا يا جماعه الاي اي ده بنستخدمه مش هو اللي بيستخدمنا. شفت في احد اللقاءات بتاعتك ان بحلول السنه الجايه 2025 85 مليون وظيفه هيختفوا. هل هيكون منهم الاستراتيجيست ولا لا؟ طيب بصي، كويس قوي انك فتحت الجزئيه دي. انا التصريح ده كنت قلته لما كنت بتكلم على موضوع الاي اي واستخدامه في الديجيتال ماركتنج والسوشيال ميديا. اللي انا بقوله على طول للناس حتى في الكورسز بقول لهم احنا يا جماعه الاي اي ده بنستخدمه مش هو اللي بيستخدمنا. صحيح. احنا اللي بنيديوكيت الاي اي، وهو لغايه دلوقتي بيحصل له اديوكيشن من عندنا احنا، ياخد الداتا والمعلومات وطريقه التفكير وطريقه الكتابه والبرومبتس والحاجات دي كلها مننا احنا، فاحنا اللي بنقول له يعمل ايه. اللي انا كنت بقوله ان بعض الوظائف زي مثلا حد يعمل لي بلان، حد يعمل لي سي في، حد يعمل لي برزنتيشن معين لحاجه معينه، ده دي حاجات سهله هيعملها. ولكن الاستراتيجيست اللي انا قلت لك عليه في الاول ده مستحيل كمل المهام دي كلها، وكمان خصوصا ان انت بتتعاملي مع سيلبرتيز عرب، فان هو يكيف الداتا اللي عنده ان هو يكيفها صح لحد بيعمل محتوى عربي هتبقى صعبه شويه. في بعض الوظائف لازم هو لسه مش ويل اديوكيتد قوي ان هو يقدمها او ان هو يساعدك فيها، فطبعا مستحيل تبقى منهم، لان دي زي ما بقول لك شفتي يعني عمود الشغلانه الاستراتيجيست ده، فصعب. لا طب ولو حتى مش في المستقبل القريب البعيد ممكن الشغلانه؟ ممكن طبعا. هو انا عايز اقول لك حجم الداتا اللي بياخدها يوميا مش طبيعي. يعني التنافس ما بين المودلز كتير زي مثلا كوبايلوت والشات جي بي تي طبعا مش طبيعي في حته الداتا. كل واحد بيحاول ان هو يحدث الداتا بتاعته ويحدث المعلومات بحيث ان انت لما تدور على اي حاجه في الكون تلاقيها. الموضوع مرعب ومخيف يعني بصراحه في الفتره الجايه، فمش عارف ممكن يعني مش بعيد برضه. هو فعلا كميه الداتا اللي بتدخل لهم رهيبه. انا كنت شفت فيديو بيتريقوا على الناس اللي بتبعت حتى الرد بتاع الايميلات بتاع الشركه بيسالوا شات جي بي تي. أيوة انت مش واخد بالك ان انت بتخرج المعلومات واسرار الشركه لشات جي بي تي، وهو دلوقتي بيبني بيعرف كل حاجه عن الشركه، كل الدواخل وكل التفاصيل. صحيح. ودي غلطه برضو، خلي بالك، دي حاجه ليها علاقه بالبرايفسي برضو، ان احنا يعني مش مهتمين خالص بالموضوع ده. والله اعلم الداتا دي ممكن تستخدم بعد كده في ايه يعني. هي دي المشكله، فنخلي بالنا برضو يعني ما نبقاش تتامل فيه شويه تامل.